نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. ارفع صوتك لو سمحت. كيف حالك يا فضيلة الشيخ؟ إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. اللهم آمين. ومن سمع. بارك الله فيك. سؤالي يا فضيلة الشيخ مكون من شقين. نعم. الشق الأول عن حكم المرضع التي تفطر في شهر رمضان، ماذا عليها بعد زوال السبب؟ والشق الثاني يا فضيلة الشيخ، هذه المرضع إذا أقبل عليها رمضان من العام التالي وهي ما زالت في مرحلة الإرضاع، ثم جاء عليها رمضان الذي يليه وكانت قد حملت، ثم جاء عليها رمضان الذي يليه أي الرابع وكانت ترضع، فماذا عليها يا فضيلة الشيخ؟ أولا بارك الله فيك، لا تظن أن الحمل مبيح للفطر ولا أن الإرضاع مبيح للفطر. نعم. الذي يبيح الفطر هي أن تتضرر الحامل أو جنينها أو أن يتضرر الرضيع. أما إذا لم يكن ضرر فلا يجوز الفطر. نعم. في مثل هذه السنة الوقت بارد والنهار قصير. نعم. ولا أظن أن هذا يؤثر، اللهم إلا على امرأة هزيلة جدا. نعم. فيجب أن تعلم أن الحمل نفسه ليس سببا لجواز الفطر، وأن الإرضاع نفسه ليس سببا، وإنما السبب المشقة أو خوف تضرر الجنين أو الرضيع. نعم. عرفت ولا لا؟ نعم يا شيخ. طيب. ولكن إذا تضررت وأفطرت إذا تضررت فالحمد لله لها الرخصة. نعم. أن تفطر. نعم. وتصوم في الأيام التي ليس عليها ضرر فيها. نعم. فإن دام معها العذر فتنتظر حتى يزول. نعم. فضيلة الشيخ، هل إذا جاء عليها رمضان من العام المقبل وكانت لم تصم، فهل تجمع كلا الرمضانين ما فاتها من كلا الرمضانين؟ لا ما هي مشكلة. نعم. يعني يجب عليها أن تقضي ما فاتها عن كل شهر قبل أن يدركها رمضان من العام المقبل، ولا ممكن ما لم يكن عذر سنتين مع بعض؟ فإذا كان عذر نعم فلو بعد رمضان الثاني ما في مشكلة. طيب بارك الله فيك. وفيكم.